حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. ركز للكلام. يبهرني الأدب في زمن قل فيه الأدب، ويعجبني اللطف في زمن الصراحة الجارحة، ويؤسرني الاحترام في زمن الجراءة، ويبكيني الشوق لحسن الخلق. نتباهى بشهادتنا وجامعتنا وندرة تخصصنا، وننسى أن العلم لا يكمل بلا أخلاق وبلا أدب. نتباهى بما اشترينا وبما لبسنا، وإلى أي جهة سافرنا، حتى دخلنا في سباق على المركز الأول من لبس قبل. ومن سافر قبل، ليتنا نتسابق على الجوهر مثلما نتسابق على المظهر. التغير سريع ولكننا أسرع منه، فنحن الباحثون عنه في كل تفاصيل حياتنا. نسينا أن جمال القيم في الحفاظ عليها والتحلي بها. عصرنا رجالا ونساء لم يعرفوا القراءة والكتابة، ولكنهم أتقنوا علم الكلام المفيد. لم يدرسوا الأدب ولكنهم علمونا الأدب. لم يدرسوا قوانين الطبيعة وعلوم الأحياء، ولكنهم علمونا فن الحياة. لم يقرأوا كتابا واحدا عن العلاقات، ولكنهم علمونا حسن المعاملة والاحترام. لم يدرسوا الدين ولكنهم علمونا معنى الإيمان. لم يدرسوا التخطيط ولكنهم علمونا بعد النظر. لم يدرسوا كتاب العقيدة، فكلمتهم هي الرابط وهي العقيدة. فعلمونا احترام المواقف والمبدأ والكلمة. ليتنا نجمع أخلاقهم وعلمهم وندركهم قبل فوات الأوان.